بقينا في زمن الذكي فيه بيتقال عليه لئيم، والطيب بيتقال عليه غبي، والعالم بيتقال عليه قديم ودقة قديمة، والجاهل بقى كول وبيس ومان وتمام وملهم، وده حد انفلونسر او بلوجر، وكلام كتير احنا بنسمعه عن ناس كتير بتقدم حاجات غريبة او محتوى بلا هدف يعني. بقينا في زمن الحق باطل وباطل حق، زمن الصوت العالي هو اللي بيغلب الصوت العاقل يعني او العقل العالي. زمن الناس فيه بتهلل الكلام من غير ما تفكر فيه ولا في معناه ولا في مغزاه ولا اي شيء. السؤال الحقيقي بقى هو احنا ايه اللي جرالنا؟ يعني فاهم، يعني بنقعد نسال نفسنا كده احنا ايه اللي جرالنا؟ وامتى المفاهيم اتشقلبت بالشكل الغريب ده؟ الذكاء بقى غباء جديد، بمعنى ان زمان الذكاء كان يعني فهم وتحليل وحكمه وقرار صح، انما دلوقتي الناس بقت تسمي الخبث ذكاء. تمام، يقول لك ده ذكي قوي بس هو خبيث. تمام، اللي يعرف يوقع الناس في بعض ده بيبقى شاطر، هما بيقولوا عليه كده. اللي يعرف يضحك على حد بيقول لك ذكي وواعي وناصح. اللي بيتهرب من المسؤوليه بيقولوا ده دماغه عاليه وتمام. ده مش ذكاء، ده اسمه فساد عقل. الذكاء الحقيقي فعلا هو اللي يخليك ناجح من غير ما تأذي حد، بتطور من نفسك من غير ما تدمر غيرك، بتكسب من غير ما تخسر قيمك او قيمتك، ومن غير ما بتسرق غيرك. الغباء بقى بطولة. اللي بيغلط وبيكابر، اللي بيتخانق على الفاضي، واللي بيصدق اي كلام بقى عادي جدا. بل كمان للاسف الناس بتسقف له، مع ان الغباء الحقيقي هو انك تحول حياتك وحياة اللي حواليك كلهم لجحيم من غير ما انت تحس. العلم بقى عيب، يعني بقينا في وقت الناس بتقول او شايفه فيه ان العلم ده حاجه تقيله وتقيله على القلب وهم، وان الجهل خفيف ولذيذ وحاجه يعني كبر دماغك يعني، وانت مالك معقد كده ليه؟ اللي بيقرا بيتقال عليه معقد، المثقف بيتقال عليه معقد، اللي بيفهم بيتقال عليه بيتفلسف وبيتفزلك، واللي بيذاكر وبيتطور بيتقال عليه قافل على نفسه ومش عايش حياته. احنا بقينا بنحتفل بالسطحيه ومبسوطين جدا بالسطحيه، وبنستحي وبنتكسف من العلم ومن اصحاب العلم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم، ما قالش اطلبوا الترند ولا اطلبوا السطحيه ولا اي شيء من اللي بنشوفه. الحق والباطل، اخطر خلل حصل دلوقتي ان الحق والباطل بقى بينهم ضباب او ضبابيه غريبه جدا. حد بيطلع يقول كلام من طرف واحد يعني، والناس بتهلل وبتهيص، وحد بيتهم حد والناس بتصدق، حد بيشتم حد والناس بتشجع. فين التفكير؟ فين فكره اسمع من طرف او اسمع من طرف تاني او اسمع طرفين يعني؟ شوف القصه ليها طرفين، ما تاخدش من طرف واحد. فين تحري الحق؟ فين التفكير والمنطق اللي في دماغك؟ مفيش اي حاجه من دي. الحق مش صوت عالي، الحق عقل ودليل وعدل وحكمه. الباطل مش دايما يكون شر او يكون طالع من شخص شرير، ساعات الباطل بيجي على هيئه تعاطف اعمى او دموع تماسيح. امثله كتيره بقى بنشوفها في الحياه اليومين دول، واحد بيشتم واحد والناس عماله تعمل لايكات وبتاع وكده، واحده تتهم واحده او بتتهم جوزها مثلا او حاجه على السوشيال ميديا، وتنشر بقى غسيل البيت وستر البيت، والناس بتصدق من غير ما بتفهم، وكميه حسبي الله ونعم الوكيل، وكميه هي ما بقاش في رجاله، والرجاله كذلك اللي بيخشوا يشتكوا، وكميه